السلام عليكم. الحقيقه عايز اتكلم عن ابلكيشن الزمالك. هو فكره كويسه انه يقدم خدمات اخباريه نظير اشتراك، ده شيء عادي جدا. انما اللي انا مختلف فيه مع محبين نادي الزمالك والسوشيال ميديا والاعلام بتاع نادي الزمالك الحقيقه انه يعلق امال انه يحل مشاكل الزمالك. ده كلام فارغ الحقيقه. يا جماعه ازاي يعني هو المفروض الجمهور يضحي بان هو يدفع مثلا 500 600 مليون عشان ينقذ نادي الزمالك؟ امال ايه ده؟ امال فين ايرادات النادي؟ امال فين مجلس الاداره؟ ما ينفعش كده، ما ينفعش نشيل الجمهور شيله مش بتاعته وندفعه من جيبه. جماهير الكوره شغلتها معروفه انها بتشجع النادي، بتحب النادي، بتجي تشتري تيشيرتات النادي، انما مش بتدفع ميزانيات النادي وتحل مشاكل صفقات فاشله. مجالس الاداره المفروض اللي هي مسؤوله جابت هذه الصفقات وحصل هذه التعثرات. انت لما تروح تجيب صفقه يا باشا، لو انت ما عندكش الموارد اللي تغطي تكلفه الصفقه المفروض تحاسب. ما احنا بننتقد الاهلي على ايه بقى؟ احنا بننتقد الاهلي على ايه؟ طب ما خلاص بقى، ما هو الاثنين زي بعض على فكره. الناس مش عشان تفوز بالدوري ما تحاسبش على مشاكلها، لا. صحيح هنا 6 مليون دولار بنتكلم في 18 لعيب، وطرب لوحده عايز 6، لوحده عايز 6 مليون دولار لوحده. لكن هي الحكايه مش عشان بس الحجم، ما ده غلط وده غلط. لكن الانتقاد الاهلي انه الفلوس كتيره قوي، بنتكلم في عشرات الملايين من الدولارات، لكن هنا بنتكلم في 5 مليون دولار. عشان كده الواحد ما بينتقدش بنفس الحجم، مش عشان حاجه ثانيه. لكن انه السوشيال ميديا والاعلام يطالب جمهور الزمالك بانه يحل مشاكل القيد وانه ينقذ النادي، لا مش شغلته. مجلس الاداره بيعمل ايه؟ فين موارد النادي؟ ليه مجلس الاداره ما يتكلمش في ان هو يزود عقود الرعايه، يزود فلوس البث؟ النهارده هو بطل الدوري وله حقوق، له حقوق في حصه في الاعلانات، ما يتكلم. انما انتوا تستخبوا ورا البدل والكرافتات وتطلعوا شويه ناس في السوشيال ميديا يقولوا انقذوا النادي وابلكيشن الزمالك، ده كلام فارغ وما يحلش. كل واحد يشيل مسؤوليته. الجمهور جمهور والاداره اداره. مش الجمهور اللي اختار اللعيبه اللي رفع قضايا دي، مش الجمهور هو اللي عمل عقود بارقام النادي ما عندوش موارد انه يغطيها، مش الجمهور اللي عمل كده عشان يحاسب الجمهور على الفاتوره دي. الناس اللي غلطت تتحاسب او تشيل مشاكلها، تحل مشاكلها وتدفع. انما مش كده. انا مش ضد ابلكيشن الزمالك، ومش كلامي معناه انه ابلكيشن الزمالك حاجه سيئه، لكن لا يعول عليه بهذا الشكل على الاطلاق. والجمهور مش مطالب باي حاجه، جمهور الزمالك مش مطالب باي حاجه. دي خدمه اخباريه عايز تشترك فيها وتستفاد، اهلا وسهلا. شايف ان التكلفه بتاعت الاشتراك اكتر من الفايده، بلاش منها، ما تعملش. ما ينفعش الكلام انه لو انت بتحب الزمالك اعمل ادفع 500 جنيه. لا، هو انت ايه يا عم، في ايه؟ وانت هتبتزني؟ بحب الزمالك ادفع 500 جنيه؟ اي مشجع زملكاوي ليس مطالب على الاطلاق ان هو يشترك في خدمه اعلاميه هو مش عايزها، هو حر. هو شايف ان الاعلام المرئي والاعلام اللي على السوشيال ميديا مكفيه اخبار، مش عاوز يعرف اخبار ثانيه من اي ابلكيشن، هو حر. فاتصور انه المبالغه، وهو كده كده ابلكيشن الزمالك عمره ما هيعدي 20 30 مليون لو يعني الدنيا خربت، يعني ما يدفعش عقد عبد الله السعيد. فبالتالي انت لازم تشوف حلول حقيقيه وحلول في اطار مسؤولياتك كاداره. اتكلم في عقد رعايتك، اتكلم في البث، اتكلم انك تفتح الاستاد بتاعك او في مبارياتك لجماهير بتذاكر عشان تاخد نسبه من التذاكر دي تخليك يبقى عندك موارد. اتكلم في الارض اللي اتسحبت، اتكلم في الارض اللي اتسحبت وانت ما عرفتش تعمل حاجه، ما قدرتش تقول حاجه حتى. ما تتكلم في الحاجات اللي المفروض انت تتكلم فيها وتحلها، مش ان جمهور الزمالك هو اللي المفروض يدفع 500 600 مليون. يعني مش كده يعني. ده ابتزاز عاطفي على فكره. يعني لو انت بتحب الزمالك ادفع بقى، لا. مش مطالب اي زملكاوي انه يدفع اي حاجه، مش مطالب اي زملكاوي ان هو يضحي من قوت وقوت عياله باي جنيه لاي حد اصلا. عشان يثبت ايه يعني؟ يثبت ولاء ولا انتماء؟ ده كلام فارغ. فانا يعني شايف الموضوع كده وحبيت اقول رايي فيه. موضوع ترب الحقيقه برضو واضح ان هو فيه اسرار. موضوع ترب الراجل مالي ايده جدا، وفي حاجات في العقد ده مش معلنه يا جماعه، في حاجات في العقد ده ترب مالي ايده جدا انه الاهلي لا يستطيع انه يفسخ التعاقد من طرف واحد ويديله 3 شهور في اي وقت، لا دلوقتي
ولا في 30/6 زي ما الاهلي بيتكلم ويقول، ولا حتى في اول الموسم الجاي. واضح جدا انه اشاره الجزاء اكبر من كده بكتير، واضح جدا ان في مشكله كبيره جدا في عقد الطرق، لا الاعلام عايز يعلن عنها، ولا طبعا اداره الاهلي ينفع تعلن عنها، لان تحط نفسها في مواجهه الجماهير، وهيتقال مين اللي عمل العقد وايه الحكايه وايه الموضوع واستفاد ايه، وهتبقى مسخره الحقيقه. فواضح انه هذه المسخره ستحدث بعد كاس العالم. يعني 30/6 جاي مش بعيد وهيبتدي. طب الاهلي مش عارف يفسخ التعاقد، طب ليه؟ هيتقال كل حاجه وهيتقال، والاجانب ما بيستروش بيقولوا. فالاجانب كده كده يعني عندهم حلولهم، وهم ما بيتكلموش وخلاص. يعني الراجل في المؤتمر الصحفي قال لك ايه؟ انا عامل خطه للسنه الجايه. واضح ان ما حدش عارف يمشيه من غير رقم كبير اكتر بكتير قوي من 4 شهور و5 شهور و6 شهور زي ما بيقولوا لنا. ده كلام فارغ. فلان لو واقف على فكره 300 400 الف دولار الاهلي يحل. الاهلي لغايه مليون دولار يحل، لغايه مليون ونص يحل، لغايه 2 مليون دولار يحل، لكن الموضوع كبير وواضح انه اكبر من كده بكتير. شكرا جدا ليكم.